والله يا حاجة أنا مش عارف أكمل الشهر ده إزاي، وإحنا لسه في أول الشهر والفلوس كلها خلصت وما كملناش حتى الحاجة بتاعت الأكل والشرب. معلش يا حاج، كل دي شكليات. بقول لك ايه يابا، انا كنت عايز فلوس علشان خلاص الامتحانات داخله علينا، وعايز اخد مراجعات في كل المواد. والمراجعات بتاعتك دي محتاج لها قد إيه فلوس؟ يا لهوي، انا خايفه اقول له تمنها مره واحده الراجل يروح فيها في حسبة 500 600 جنيه يابا الحاج. طيب يا ابني روح انت وانا هتصرف لك فيهم. معلش يا حاج، دي كلها شكليات يا اخويا. بقول لك ايه يا بابا، انا كنت عايزه فلوس علشان انا عندي مراجعه لغه عربيه والامتحان بتاعي بعد 4 ايام. وانت كمان محتاجة فلوس قد ايه؟ 600 جنيه بس يا بابا. طيب روح انت يا بنتي وانا هتصرف لك فيهم. معلش يا حاج، دي كلها شكليات. انا كنت عايزة اتكلم معاك في موضوع كده يا حاج. قول يا ابني انا سامعك. انت عارف يا حاج ان الامتحانات على الابواب، وانا عايز اجيب شوية ملخصات وشوية مراجعات نهائية، فكنت عايز منك فلوس. وانت كمان يا ابني عايز فلوس قد ايه؟ مش كتير يابا الحاج، في حدود 600 700 جنيه. طب روح يا ابني وانا هحاول اتصرف لك فيهم. ما تزعلش نفسك يا حاج، دي كلها شكليات. بقول لك يا حاج، انا نسيت اكلمك على المراجعات النهائية عند الاستاذ محمد. انا كلمتك على الملخصات بس. وانا كمان يابا محتاج اخد مراجعه رياضيات عند الاستاذ حاتم. وانا كمان يا بابا نسيت اكلمك على فلوس المدرسين بتاعت المراجعات النهائية. مالك بس يا حاج، دي كلها شكليات يا اخويا. روح يا شيخ هنا على ابو شكلك. اجمد كده يا بابا، انا لسه ما كلمتكش عن اللبس. والله انا كمان محتاج بنطلون جديد. وانا كمان محتاجة فستان جديد. ما تقلقوش يا ولاد، دي كلها شكليات.